محمد وآل محمد. اليوم فرسان قافلة النصر والسلام وإخوتهم سرية أبو طالب دول الأبطال، وهذا عباس تلف وابن عمه السيد. اليوم على مشارف الفلوجة، وشفتوا هنا مشينا بهذا الشق اللي يوصل للسرية للقطاعات المتقدمة. واليوم فرسان قافلة النصر والسلام يعزرون إخواتهم. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام سيدنا، حياك الله، بارك الله فيك، أهلا وسهلا بك. طبعا هو مصاب وتشوفون ايده يعني، بس ما تخلى عن الساتر، واليوم نشوفه باخر نقطة. شلونك اخوي؟ والله الحمد لله، الله يبارك فيكم والنعم من عندكم، الله يستر عليكم. احنا ان شاء الله معنوياتنا من عندكم تبدا. طبعا احنا ان شاء الله انتم المكمل لنا، لان اكو شيء مكمل لشيء، صح ولا غلط؟ فاحنا هنا نقاتل وانتم جاي تجهزونا بكل شيء، بعده وعدد وسلاح وارزاق، وتوصلون ويانا. احنا وقفتكم هنا بالنسبه لقافله النصر والسلام بقياده السيد محمود الفاضلي والاخوه واللي داعمين لقافله النصر والسلام، يعني هم قاعد يشجعونا هنا نقاتل على السواتير، وجاي يشجعونا على الجهاد، وجاي يعني ما نهتم لاي شيء، لان اكو ناس تفكر بينا. احنا في اليوم قطاعات الحشد الشعبي والجيش العراقي وتقريبا كل فصائل الحشد الشعبي راح تشترك بهاي ان شاء الله، تحرير الفلوجه وتحرير القرمه والصقلاويه، وان شاء الله يعني ان شاء الله نهايه الدواعش بهاي المنطقه ان شاء الله عن قريب، ونشوفكم ان شاء الله بداخل الفلوجه بعون الله ان شاء الله. تسهيل من رب العالمين، والله يحفظكم ان شاء الله. واحنا اليوم شفنا الارتال مال اخوتنا بالعصائب وبدر وبالكتائب كلها زاحفه وين نحو الفلوجه ان شاء الله، والنصر قريب. وما شاء الله انتم همات متقدمين ما يعني هوايه تقريبا 3 كيلومتر ان شاء الله، وان شاء الله النصر قريب، وان شاء الله شوف الدواعش هنا ان شاء الله النصر قريب ان شاء الله. شوف امتار عندنا الدواعش وان شاء الله، وذول الابطال وانصار المرجعيه اللي هو سيد المجاهدين سيد حميد الياسري، ذول اهل الرميثه بعشاير بن هشيم وسادتهم واخوانهم واهلهم فازعين فزعه ان شاء الله، ولبوا نداء المرجعيه، وان شاء الله منصورين بالصلاه على محمد وال محمد.